قبل ما اطلع فاصل اعلاني قلبي يقطر دما. انا قبل ما ادخل البرنامج الزمالك كان كسبان 1-0، دلوقتي وادي دجله كسبان 2-1. والله العظيم انا النهارده هات يا ابني التويته بتاعتي. انا قلبي قلب الام، قلب الام، قلبي كان حاسس، وقلبي دلوقتي بيقطر دما زي ما قطر دما على الاهلي امبارح. نيجي اول السيزون نقول ايه؟ الزمالك في القمه والاهلي يتدهور. نيجي اخر السيزون الاهلي في القمه والزمالك يتدهور. احنا دلوقتي اهو ابتدينا ننقط. اول نقطه اهي راحت، او اول 3 نقط راحوا. يا جدعان ده النادي ده بيصارع الاهلي في البقاء. ايه اللي حصل ده؟ يعني انا دخلت البرنامج يعني لازم اقعد قدام الماتش، لازم اقعد اتابع للاخر. باقي لسه 5 دقايق وكل املنا الكبير قوي ان احنا نتعادل. كل سنه كده، يعني كل سنه الاهلي يسيب لنا شويه كده فنقول ايه؟ درجت 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 درجت. وبعدين فجاه التصوير البطيء بقى، تبتدي بقى ايه؟ درجت درجت ونتغلب. وانا قاعد اتكلم في السياسه والسفارات وهم وادي دجله كسبان 2-1. قلبي يقطر دما منكم لله. دايما كده رافعين لي الضغط ومنكدين عليا. يا جدعان اهو نصيحه من زملكاوي قديم، ده انا كاتبه النهارده الصبح. قلب الام، نصيحه من زملكاوي قديم. فيلم الاهلي يتدهور والزمالك على القمه شفته بنجاح عظيم على مدى السنين. بالاماره في نهايته الزمالك يتدهور والاهلي على القمه. احنا بقى دلوقتي لما بدا يتدهور، امان امان سيبونا اتفرج على ال4 دقايق دول في سلام. وقلبي يقطر دما. الحلقه دي حلقه مهمه لانه في النصف الثاني منها هنتكلم على بدايه تطبيق الايجار الجديد. كل اسئله حضراتكم هنقدر نجاوب عليها. النهارده هيكون معانا الاستاذه مي عبد الحميد، رئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. من بكره سيبدا تنفيذ قانون الايجار القديم. 60 سنه كنا بنحاول نطبق هذا القانون. القانون يبدا تطبيقه بكره. ايه اللي هيحصل؟ طب الشقق البديله